كتر خيرك. شكرا. انا ملاحظه يا مراد يعني اليومين دول انك عمال بترجع بالذاكره وبتفتكر حاجات كتيره قوي، وفي الاخر هتلاقيني ورقه من ضمن الاوراق اللي انت بتعيد ترتيبها. لا 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 ارجوكي بلاش خلط الاوراق ده. ده انت يا حبيبتي امل، كل يوم انت امل جديد، دايما بتملي الدنيا حياه وامل وسعاده. الله 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 الله، يا ترى ايه سبب الكلام الحلو ده؟ يكونش تأثير الفطار في الهواء الطلق؟ هو سببه صفاء روحك وقلبك، برغم البرامج اللي انت مشغولة بيها، بس برضو ما بتنسيش المفاجآت والتغيير وكسر الرتابة. ده ايه الروقان ده كله؟ يا صباح الهنا والشعر، واضح انك انت راضي عني قوي النهارده. كل الرضا يا حبيبتي، وعلى طول ان شاء الله. بس اللي نفسي اسمعه النهارده، عايز اطمن على ميرفت بنتي. وانا كمان بصراحه هي ما تستاهلش كل اللي بيجرى لها ده، دي صعبانه عليا قوي. مسكينه، احنا كنا واثقين في الولد ده ومطمنين له زياده عن اللازم، بس احنا صبرنا كتير قوي على محسن، ولازم نوضع حد للكلام ده. وهو مستني ايه؟ لازم يفهم ان العلاقه اللي كانت بيننا وبينه ماتت وما لهاش اي مستقبل. عايزين نسمع منه كلام محدد. انا هروح ليسرية هانم واشوف هو ناوي على ايه. يسرية هانم والدته ست محترمه جدا، وابوه الله يرحمه كان راجل محترم. انا مش فاهم الولد ده طالع لمين؟ يلا بينا. مش معقول توصلني كل يوم. ليه مش معقول يعني؟ يعني مش عايزه اتعبك، انا ممكن اخد تاكسي. ليه بتقولي كده يا ايمن؟ انا مبسوط جدا وانتي معانا. بجد يا خالد؟ عندك شك في كده؟ يعني ساعات بحس ان انا بقيت ضيفه تقيله عليكم. ازاي تقولي الكلام ده يا ايمن؟ اوعى اسمعك تقولي الكلام ده تاني خالص، فاهمه؟ ورطة ايه بقى اللي سيادتك بتتكلم عنها دي؟ من ساعة ما كنت عندك المرة اللي فاتت ومشاكلك زادت ومؤشرك في الوزارة في النازل. مفروض يبقى العكس، عشان انا حريص اصحح مسار الهيئة. وهتصحح مسار الهيئة ازاي؟ انت مش في جزيرة معزولة يا مراد. انا ما قلتش ان انا في جزيرة معزولة، بس مفروض انكم تساعدوني في كل اللي انا بعمله. في نظام بيحكمنا كلنا، وفي قواعد بتحكم عمل الهيئات اللي في الوزارة. ومين قال ان انا خرجت عن اللوائح والقواعد اللي بتحكم عمل الهيئة دي؟ انت فكرك لما تقف لوحدك وعايز تعمل اللي بتفكر فيه ممكن ده يتم من غير دعم الوزارة؟ انا ما قلتش كده، بس هو انا عندي سؤال مستني الاجابة عليه من سيادتك من غير ما تزعل مني. اتفضل. سيادتك شرفتني هنا مرتين خلال اسبوع واحد. ده ايه الرضا؟ ايه الرضا ده كله؟ خير ان شاء الله. في تقارير وصلتنا قيادات الهيئة متظلمين من قراراتك الأخيرة وطالبين يقابلوا سيادة الوزير. أنا ما عنديش مشكلة مع حد بذاته، أنا مقتنع بكل اللي أنا بعمله، وأكيد بقى اللي بيتظلم ده بيزعم إن هو مش واخد حقه. كانوا بياخدوا اللي بياخدوه تحت رعايتك وموافقتك. لا، مستحيل. اللي ما يستاهلش ما ياخدش. المسألة مش على قد قيادات الهيئة وبس، لا، قيادات الوزارة كمان. ودول مين بقى إن شاء الله اللي داس لهم على خاطر؟ لهم حقوق في الهيئة دي كمان؟ لا، ليهم التقارير اللي بتوصل لهم، ليهم الواقع العملي، ليهم حق الرقابة عليك وحق الرقابة على الهيئة دي كلها. يا فندم اللي له ملاحظة على أدائي في الهيئة اتفضل يواجهني. عايدة، عايدة، بسم الله الرحمن الرحيم. في ايه؟ عندي ليكي خبر حلو يا عايدة، ابنك رجع بالسلام. بجد؟ ابني رجع؟ ايوه رجع وموجود معانا هنا في المستشفى. مش انا قلت لك مدام الدكتوره هدى وعدتك انه هيرجع يبقى هيرجع؟ اشوفه والنبي يا دكتوره، هو فين؟ هتشوفيه ان شاء الله، بس بعد ما نعمل له فحوصات عشان تعبان شويه. تعبان؟
ما تخافيش، هيبقى كويس. روحي طمنينا عليه يا سيدة. حاضر يا دكتور. المهم دلوقتي انك ترتاحي من الضغط العصبي اللي كنت فيه. انا عايزه اتكلم معاكي شويه يا عايده لمصلحتك. انت زي بنتي بالظبط. شوفي بقى، انت غلطتي غلطتين. الغلطه الاولى كانت مع ابو الولد، ما كانش يصح ابدا انك تضعفي. الغلطه التانيه انك ترمي ابنك. يهون عليكي ابنك، الطفل البريء اللي ملوش ذنب في اي حاجه. لا يا عايده، انا عايزاكي من دلوقتي تتغيري خالص وتبدأي حياة جديدة مختلفة. اتفقنا؟ عندك حق يا دكتورة. أنا عايزاكي في حياتك اللي جاية تفكري كويس قوي قبل ما تاخدي أي قرار أو تتصرفي أي تصرف. لازم تبصي لنفسك وتفكري في مستقبلك ومستقبل ابنك، ولما تخرجي إن شاء الله بالسلامة لو احتجتي أي حاجة هتلاقيني جنبك. ربنا معاكي. ربنا يخليك يا دكتورة وريح قلبك يا رب زي ما ريحتي بالي. الحمد لله الولد رجع وان شاء الله هيبقى كويس، والاهم من ده كله ان هم قبضوا على نريمين. الف مبروك يا حبيبتي، والله الموضوع ده كان زي الكابوس. الحمد لله انه خلص على كده. يلا كل واحده تروح على شغلها لحسن الدكتوره هدى تزعل. حاضر استر حكيم. حاضر. تخيلي المجنونه نريمان ما كانتش بترد على الواد ولا بتهتم بيه خالص. الدكتوره سلوى هتدخله الحضانه تاني عشان يسترد صحته. شفتي بقى الحكايه خلصت على خير ازاي؟ لا ترتيب ولا مؤامره على الدكتوره هدى ولا حاجه. يعني اللي حصل ده مش هيأثر على الدكتوره هدى في الانتخابات؟ لا مفيش حاجه ان شاء الله. الواد رجع لامه والمجرمه نريمان لحقت بعطيات في السجن. بس كويس ان البوليس كان مفتح عينيه. احنا بعتنا اشارة لكل المستشفيات وكل عيادات الاطفال، ولما الدكتور شك في الحالة اللي عنده خلى الممرضة تتصل بينا ولحقنا نريمان في اخر لحظة. أنا مش قادرة أعرف صنفها إيه دي. الطفل حالته وحشة قوي، ضعيف جدا وعنده جفاف. المهم، استجوبتوا الست دي؟ طبعا خدنا اقوالها واكتشفنا ان هدفها الحقيقي ما كانش سرقة الطفل. أمال إيه؟ هي صحيح ما بتخلفش ومحتاجة للطفل، بس كان ممكن وبكل سهولة تاخده من اي ملجأ وبإجراءات رسمية، لكن هي اختارت المستشفى دي بالذات علشان هدف تاني خالص. إيه هو؟ حضرتك يا دكتورة هدى. أنا؟ نريمان كانت جاية تنتقم منك يا دكتورة. تنتقم مني أنا؟ انت متهمه بخطف طفل رضيع من حضانه المستشفى. ايه اقوالك؟ ظلم يا بيه.